يا مساء الهنا والسعادة على السكر الزيادة. لو عندك صدرين فراخ تطير في الفريزر وعندك جيش عايزة تأكليه الجيش ده من 8 أنفار، تعال نعمل أنا وانتوا أحلى مبكبكة في الدنيا. هنحط عليها جبنة طبخ بالبسطرمة ومن غير بهارات ليبية سخنة تدفي كده، خلي المراخير تشن وترن وانتي بتاكلي بقى، وطعمها حكاية. هنأكل 8 تنفار أنا وانتوا. الله عليك يا سوبر ماما، تسلم إيدك وإيديكوا كمان. ومفيش حد يعلي علينا ويقول بيعمل مبكبكة أحلى مننا. صحيح ان الرجاله شاطرين في الطبخ، بس انا بقى مفيش حد يعلي عليا. لازم اعمل احلى اكل لاولادي ومحدش يعلي عليا ويقول ان هو بيعمل احلى مني اكل. انا كده ان الرجاله خايبين، لا 5 عليهم الله اكبر. هنا بقى نزلت بصلايه كبيره ومعلقه توم وحبه زيت محترمين، قلبت كل ده مع بعض وجبت بقى طلعت الصدرين اللي عندي في الفريزر وقلت هعمل احلى مبكبكه لاولادي. وهنا قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده شرايح علشان يرموا معاكي ويكفي الجيش اللي انت هتاكليه. احنا كنا 6 تنفار، بس جوزي قال لي بعتيلي كمان الاكل على المحل بقوا 8 تنفار. الهنا والشفا على قلبنا وقلب كل اللي كل منها وكل اللي هيعملها باذن الله. معاكم سوبر ماما، اتمنى تشجعوني باشتراك ولايك وشير وتفرحوني على التيك توك والفيسبوك. واسفه عشان صوتي، ربنا يشفيني ويعافيني ويعافي كل مريض يا رب، ويشفي من كل شر ومكروه. هنا قطعنا بقى ايه زي ما انتوا شايفين صدرين الفراخ، والعظم انا مش برميه، انا بحب امصمص، وفي عندي بيحب يمصمص اللحمه، يعني بحب العضمايه كده بحته لحم. شوحت البصلايه بمعلقه الثوم الكبيره وحبه الزيت، ونزلت بقى ايه بالفراخ بتاعتي اللي انا مقطعاها، وكمان كان عندي كام جانح على رقبه حطيتهم عليهم عشان يكتروا ويكفوا. هننزل بالبهارات كلها اللي موجوده، شطه، كاري، ملح، فلفل اسمر، كمون وكزبره كمان. هنقلب كل ده 5 دقايق ونشوحه مع بعض تشويحه كويسه لحد ما لونه يغير معانا. وبعد كده هننزل بالصلصه بتاعتنا ومعلقه توم تاني نيه انا حطيتها. بحب التوم في الاكل لان بيفرق وبيودي الاكل في حته تانيه خالص. هنا الصلصه بتاعتي كنت مسبكاها، هتاخد معاكي قد ايه؟ دي كيلو مكرونه على كيلو وربع صلصه او اكتر، على حسب بقى انت بتحبي الصلصه كتيره ولا قليله. زي ما انتوا شايفين. واخدت غرفه لجوزي عشان هيجي بالليل متاخر، ما كنتش عامله حسابه. لما كلمته في التليفون قال لي لا ابعتيلي المحل، زودت له بقى. زي ما انتوا شايفين هنا اخدت غرفه صلصه بالفراخ عشان اعمل له طبق على قده على جنب. وهنا سويت بقى كيلو مكرونه زي ما انتوا شايفين الموجوده عندك، بس تبقى صغيره ما تبقاش كبيره. زي ما انتوا شايفين كان حبه من دول وحبه من دول، نص ونص. قلت والله لا عاملاهم. انا ما بقفش على حاجه ابدا، سوبر ماما ما بتقفش على حاجه. الناس اللي متابعه دايما بحب اتصرف. هنا نزلت بقى المكرونه بتاعتي وحطيت الشوربه بتاعتي، كترتها تقريبا دار ونص كده. هي قبل ما تحطي المكرونه لازم تغلي معاكي عشان ما تعجنش. نزل بيها وهنقلب كل ده، وعايزه شطه تاني حطي، مش عايزه خلاص هتبتدي تتسبك معاكي. خلاص كانت استوت معايا كده، انا عايزاها مبكبكه مش عايزاها مكرونه. ضيفي الملح بتاعك. وهنا حطيت كمان جبنه بقى طب بالبسطرمه، خليتها راحت في حته تانية خالص وخلت الطعم فظيع. عندكيش ما يلزمكيش، اعمليها بالطريقه دي وهتطلع من ايدك زي العسل بجد. الجبنه الطبخ او الجبنه الشيدر، ممكن تحطي الجبنه اللي السايحه بتاعت الاكل، اي نوع جبنه عندك حلوه كده حطي، وبجد هتطلع معاكي وهتفرق معاكي وهتوديها في حته تانية. البسطرمه تقدري تحطي فيها حتتين، بتخلي الريحه تجيب اخر الشارع. كل اللي كلها من ايدي قال لي تسلم ايدك يا ماما، بجد طلعت احلى. عملتها لنا وكانت حلوه برضك، ما كانتش وحشه، لا كانت حلوه وزي العسل. بس بقى انا عليت فيها وقالوا لي بجد تسلم ايديكي. اول ما تبتدي تستوي معاكي تقدري تطفي عليها، ولازم تتاكل سخنه علشان تبقى مبكبكه، ما تبقاش عجينه ولا تبقى ناشفه معاكي. ما انتوا شايفين كده عملت احلى طبق لاولادي. وكمان جوزي قال لي ابعتيلي، فحطيت له زي ما هي كده. المكرونه كانت كتيره، بقى الصلصه من فوق بالفراخ. قلت له المحل بالهنا والشفا، كلوا هم اللي معاه قالوا لي تسلم ايدك. وهنا البسطرمه باينه للناس اللي بتحب واللي ما بتحبش بلاش منها، حطوا جبنه بس، مش لازم جبنه لو ما فيش. حلوه حاجه تدفي ولادنا وتخلي مناخيرك تشن وترن. عارفين الاكل اللي بيدفي زي المحشي كده وبيخليكي شويه ماسكه منديل وانتي بتاكلي، اهي كده بقى ومن الشطه اللي فيها بتدفي بجد بجد، طعمها حلو هتدفي. شجعوني باشتراك ولايك وقولوا لي ايه رايكم، مين بيحب المبكبكه ولا ما بيحبهاش، وعملتوها قبل كده ولا لا. بقى بالهنا والشفا، ولادي خلصوا الاكل ومسكت المواعين كمان غسلتها وفرحت قوي. كانت اكله لذيذه وممتعه وكمان خلصت في ساعتها.